فهد المطيري من دولة الكويت. كل الهلا بيك. استاذ فهد، شلون شفت البصره؟ والله ما شاء الله على البصرة، يعني عكس الكلام اللي كنا نسمعه قبل لا نجي. يعني شفنا حفاوة الاستقبال، كرم الضيافة، هذا العراق اللي نعرفه يعني. وتربطنا بيننا وبين العراق يعني رابطة الدم والأخوة وكل شيء، يعني احنا والعراق واحد. يعني مهما حاول الإعلام تصوير العراق في صورة سيئة، اللي شفناه العكس صراحة. أمن وأمان وكل شيء جميل موجود في العراق. الله يسلمك. انت امتى اجيت؟ والله جاي اليوم. جاي اليوم. ويمتى تغادر؟ إن شاء الله بعد بكرة. النية كانت يوم، بس يوم شفنا الأوضاع والحفاوة والكلام الطيب والاستقبال الرائع والأجواء الحلوة مددناها يومين. أمانة الله، أي واحد ألتقي به من الأخوة الخليجيين من أقول له يمتى تسافر، قال والله أنه على أساس بكرة، لكن أنه مدد الإقامة مالتي 3 أيام أو 4 أيام. أمانة الله يا هلا، شو يقول لي مددت؟ شنو المغزى بالمددت؟ ما أعرف. مددنا راحة البال، راحة البال، شعب طيب ما حد ضايقنا للأمانة. يعني الأمور كلها كل شيء متوفر، اللهم لك الحمد. وأمن وأمان هذا أهم شيء، يعني هذا اللي نبيه ونتمناه في العراق وباقي الدول العربية. كان يوصل لكم عن العراق قبل؟ والله اللي كان يوصلنا واللي يصور الإعلام يعني ما شفناه صراحة. يعني كان يصور اللي يروح العراق ما يرجع. هذه النظرة كانت عندنا لا قبل كأس الخليج، بس مش قد قبل كأس الخليج بيوم. قبل كأس الخليج بيوم. إيه؟ هذا الكلام اللي قاعدين يصورونه ويروجون له يعني في السوشيال ميديا وفي الإعلام، سواء قنوات مرئية أو يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. نعم سبحانه. هذا العراق كما عاهدناه، ونتمنى استضافة كأس آسيا في العراق وفي البصرة تحديدا المرة الثانية بعد النجاح في كأس الخليج. برأيك شنو اللي اختلف كأس الخليج هذا اللي قام بالبصرة؟ شنو الفرق عن الكأس القبله أو البطولات اللي قامت بالخليج؟ شنو الفرق اللي وجدتوه؟ الفرق اللي وجدناه بكأس الخليج 25 الحضور الجماهيري الغير مسبوق من الشعب العراقي، يحضر كل المباريات ويشجع كل المباريات، وهذه يشكرون عليها لإنجاح الدورة. والدورة ناجحة بكل المقاييس، هي نجحت من يوم ما بدأت، واكبر دليل هذا احنا جايين. هذا الشعب ما فرح صار له 43 سنه باقامه البطوله في ارضه وبين جماهير. نعم، اخر بطوله كانت رياضيه فرحه هو تحقيق كاس اسيا. دورنا نشكركم الاخوه الخليجيين لسببين. السبب الاول، اصريتوا الاخوه الاتحاد الخليجي، كل الاتحادات سواء الكويتي او غيره، انه اصريتوا على تقام البطوله في محافظه البصره. هذا واحد. اثنين، الجماهير الخليجيه لحضورهم وتواجدهم، ورغم كل اللي سمعوه، رغم كل اللي الاعلام المضلل والاعلام الاصفر اللي وصلهم، لكن اصروا انه يحضرون مباريات وكاس الخليج، وشافوا البصرة وطيبة أهل البصرة، طيبة العراق والأجمع. طيبة أهل البصرة، كرم أهل البصرة، وحفاوة أهل البصرة، واستقبال أهل البصرة، كل هالأمور هذه يشكرون عليها. يعني عطوا صورة عكس اللي نسمعه، اللي عاش غير اللي سمع. احنا شفناه، وأكبر دليل أنا أقول لك أنا كنت جاي يوم 6 ساعات ونرجع، فمددنا يومين يعني من اللي شفناه. أهلا وسهلا بكم، أخوكم سلطان من سلطنة عمان. احنا جينا للبصرة يعني نحقق حلم، يعني هذا كان بالنسبة لنا حلم أن نزور العراق، والحمد لله تحقق الحلم. سمعنا طبعا سمعنا عن الأجواء بالبصرة، وسمعنا عن كرم أهل البصرة وأهل العراق، يعني شدنا فضول قوي ان احنا نروح ونشوف ونعيش التجربة. بس حقيقة من وصلنا شفنا شيء يعني صعب اني انا اوصفه حقيقة. يعني صعب ان الواحد يوصف جمال البصرة، جمال اهل البصرة، كرمهم، شعب مضياف وبلد حلوة ما تنمل، حقيقة ما تنمل يعني. فصحيح ان دورة الخليج يعني كانت سبب ان احنا نزور البصرة، اكتشفنا شغلات كثيرة. يعني اكتشفنا بالبصرة شغلات كثيرة، عالم الحمد لله ودنيا وناس مبسوطة وناس فرحانة. فأجواء يعني يمكن كان يفتقدها يعني كثير من الشباب وكثير من المواطنين، سواء كان على مستوى دول مجلس التعاون أو على مستوى العراق نفسها يعني. فالتجمع هذا حقيقة جميل جدا،
وكذلك يعني احنا هم نريد دورة الجاية بالبصرة، يعني على مود اللي شفناه حقيقة، يعني هذه ما تكفي. وان شاء الله باذن الله ان الدورة هذه راح تكون بداية البداية، سواء كان للعراق ولا كان لبقية دول الخليج. طبعا العراق واحد منا وفينا، يعني دولة خليجية واطباعهم واطباعنا نفسه، تقاليدنا نفس بعض. فان شاء الله ان مو بس وقت الدورة، يعني هاي دعوة لأهل الخليج كله انكم زوروا البصرة، مو بس اثناء الدورة، حتى بعد الدورة، حتى بعد دورة كأس الخليج. نتمنى انه الجميع يجي ويزور البصرة ويشوف بعينه. حقيقة احنا لو تكلمنا لو حكينا ما راح نوفي. يعني خليني اسالك، شلون كان الاعلام الاصفر اللي ظلل سمعة وصورة العراق، شلون وصل لكم، وشلون من اجيتوا وزرتوا البصرة شفتوا شنو الفرق؟ يا ريت تحدثنا على هاي. والله أنا أكون صادق معاك، يعني اللي شفنا واللي نقلوا الإعلام المضلل حقيقة مثل ما حكيت هو مضلل. فاللي نقلوه الصورة اللي نقلوها واللي سمعناها صورة مو حلوة، يعني أبدا مو حلوة. فأتمنى من الشباب نفسهم، الشباب العراقيين برادتهم، أنهم يوصلون الصورة الحقيقية للعالم، مو بس للخليج، يوصلون الصورة الحقيقية للعالم عن العراق وعن البصرة بالذات. فيعني في حاجات كثيرة موجودة بالبصرة وبالعراق، احنا كخليجيين يعني احنا اقرب ناس للعراق، احنا ما نشوفها ولا ندري عنها، لكن وصلنا وشفنا صورة مختلفة تماما. يعني اكلمك عن شو، يعني عن ايش اكلمك؟ عن الامن، امن موجود، كرم بزيادة حقيقة. يعني هذه حاجة أنا ما أقدر أوصفها حقيقة، يعني كرم بزيادة، أمن بزيادة، وناسة بزيادة، الناس شغالة ليل نهار، ما يعني تحس إنه الدنيا ما تبند ما توقف، وهاي شيء حلو. اطلع وين ما تريد تطلع، روح وين ما تريد تروح، الدنيا حلوة والدنيا فلة. يعني احنا قبل لا نطب للعراق احنا شباب، فأنا بنفسي أنا شخصيا يعني حكيت ويا كم شخص زملاء واصدقاء، قلت لهم نروح للبصرة، قال لا احنا يعني قطر ما رحنا، نروح للعراق يعني صعبة. ليش صعبة؟ كل واحد عنده اسبابه طبعا، والسبب الشائع الاكثر ان احنا ما نعرف العراق، ما نعرف وضع العراق. فقلنا لهم خلاص احنا عندنا الحماس وعندنا الرغبة ونروح ونشوف، وان شاء الله من نرجع. ما يعرفون العراق من الناحية الأمنية يقصدون؟ ما يعرفون العراق من الناحية الأمنية فعلا، وعلى أساس أن العراق في السنوات الماضية غابت عن العالم، يعني إعلاميا مثل ما حكينا بالبداية، إعلام كان مضلل. يعني حله رب العالمين أن العراق قادر أنه ينهض، وقادر أنه بإرادة شعبه. شعب العراق شعب عظيم وإرادتهم قوية، وطالما كانت إرادة الشباب قوية العراق راح نشوف عراق مختلف تماما. خلال السنوات القليلة القريبة راح نشوف عراق مختلف، واحنا بدورنا راح ننقل الرسالة اللي ترضي العراق وترضي العراقيين بإذن الله. أتمنى لكم أوقات ممتعة وإقامة ممتعة في البصرة الفيحاء. كل الهلا بكم.